الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بتكلم عن موضوعين، موضوع يتعلق بالميزانية المتأخرة وموضوع يتعلق بوزير الدفاع الجديد. الموضوع الأول، عندنا ميزانية 22-23 لابد من العمل مع الحكومة والأخوة النواب على قرار هذه الميزانية المتأخرة عن موعدها الدستوري، وضرورة سرعة قرارها لعودة التوظيف. 25,000 فرصة عمل للوزارات فقط، بخلاف الجهات الملحقة والمستقلة التي لها إجراءات تعيين مستقلة. كذلك عندنا مشاريع جديدة، أهمها المطلع، جنوب سعد العبد الله، وهذه تحتاج إلى قرار ميزانية. كذلك الاعتمادات المرصودة في وزارة التجارة للمواد الإنشائية المدعومة من الدولة. كذلك هذه الميزانية لا تتضمن اعتماد مالي فعلي لبيع الإجازات. للأسف الحكومة السابقة لم تتقدم فيه، لكن لمضي 7 أشهر من هذه الميزانية في البند الأول لم يصرف منه الكثير، فممكن استغلال هذا الباب في بند بيع الإجازات قدر الإمكان إلى حين إلزام الحكومة بإدراجه رسميا في الميزانية القادمة 23-24 تنفيذا للقرار الصادر من مجلس الوزراء. هناك حسابات ختامية لسنة 2021 تتضمن ترحيل أرباح لخزينة الدولة بما يقارب 160 مليون أو أكثر، وكذلك للمؤسسة العامة للرعاية السكنية نصيبها من أرباح الصندوق الكويتي للتنمية 89 مليون. هذا يساهم في تغطية تكاليف البنية التحتية للمدن القائمة. احنا في لجنة الميزانيات ومع الأخوة النواب نرحب بأي تعاون مع الحكومة لاعتماد هذه الميزانية المتأخرة عن موعد الدستوري، طبعا مع إبقاء الرقابة الحقيقية عليه. وعندي تنبيه هنا في هذه الميزانية، نحرص على اختيار الكفاءات الوطنية لإدارة الجانب الاستثماري للدولة، لأنها تعتبر المورد الثاني للدخل في الدولة، خاصة في التأمينات اللي يجب أن يكون أدائها الاستثماري بحد أدنى 6.5% حتى لا يكون هناك عجز اكتواري، وما زاد عن الحد الأدنى يحقق فائض يستفيد منه المتقاعد من باب أولى، وكذلك المؤمن عليه. متوقع في ميزانية 22-23 التي سنقرها متأخرة تحقيق فائض بسبب فارق سعر البترول. ضرورة تفكير الحكومة من الآن بإعادة بناء الاحتياطي العام للدولة من جديد على أسس استثمارية وتمويلية للميزانية، أسس حقيقية، ولا يكون الهم الحكومي هو الدين العام فقط. هذه الرسالة الأولى في الميزانية. الرسالة الثانية لوزير الدفاع. وزير الدفاع بحكم أنك جديد، فنما إلى علمنا أن الوزارة بصدد استلام طائرات الكركال المعيبة مصنعيا بدليل التقارير الفنية بالحرس الوطني سابقا،